السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هنا غادي نوجد معكم شرموله ديال الحوت. هنايا عندي القزبر ومعدنوس والثومه ودرت واحد شويه ديال الزعفران. غادي ندير العصير ديال ديك الحامضه، نص حامضه، وغادي نضيف عليه حتى الخل شويه. هنايا زدت 2 معالق ديال الكمون، وعندي 2 معالق ديال التحميره، ومعلقه ونص ديال الملحه. وهنا راني خلطت الشرموله بالزيت، غير ما تصورش معايا الزيت، ما عرفتش علاش. صافي هنا غادي نبدا نشرمل الحوت ديالي. عندي حوت ديال الشرم، غادي نبقى نشرمل وحده بوحده اللي غسلته مزيان وجرحته شي شويه بالموس باش باش تدخل ديك العطريه لداخل. صافي غنستمر على ديك الطريقه حتى نسالي الشرن ديالي. هنايا عندي شطون، انا غادي نعطرو بنفس العطريه اللي عطرت بها الشرن، غادي نضيفو عليه بحال هكا ونخلطو كامل حيت ما يمكنش تشرملي وحده بوحده. صافي زدت عليه هنايا شويه ديال الخل، بقى ناقصو شي شويه الخل زدتو عليه، ماشي 2 معالق ديال الخل. صافي هنا من بعد ملي شربلتهم بجوج غادي ندوز نيشان نقلي الشرن. هو الاول الشرن كديريه فواحد الصفاي بحال هكا، كتخوي عليه الطحين وكتغربليه عاد كديريه يتقلى على هذا الشكل هذا. هنا ملي ساليت القليان ديال الشطون غادي ندوز نيشان نقلي الشرن في نفس الزيت اللي قليت فيه الشطون، غادي نقلي فيه الشرن. هنا غادي نرافق الحوت ديالي بواحد شلاضه، درت فيها بطاطا مسلوقه، خيزو مسلوق وشويه ديال البصله، وغادي نضيف عليها 2 معالق ديال المايونيز ومعلقه ديال الابزار صغيره ومعلقه صغيره ديال الملحه، واحد شويه ديال الحامض، راه غير ما تصورش معكم عاوتاني حتى هو. صافي كنقدموا على هذا الشكل هذا وبالصحه والراحه.